السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نطيبوا مع بعضنا ملوخية بالكرعين، معها كسيرات. ان شاء الله يكونوا شيشين وبهين، خاطر صراحة تحلى الملوخية بالكسرة. خبز الدار. ملوخية باش نطيبوها اليوم بحكم راس العام العربي، ربي يعيدوا علينا وعليكم وعلى أمة محمد بالخير والهناء. باش نشوفوا طريقتي وان شاء الله تكون عجبتكم. انا بصراحة مبتدئة وبادية قناتي على جديد، ان شاء الله تعاونوني باللي كومنتير وتعاونوني باللايكات، وان شاء الله ربي يكون معايا ومعاكم. الناس الكل مرحبا بكم. اليوم باش نعمل مع بعضنا ملوخيه بالرجلين نتاع العلوش العيد، ومش المكونات نتاعها هي تتركب على الثوم اكثر حاجه، قرينات فلفل احمر، كعبات رند، شويه بصل مش برشا. الملوخيه بطبيعه الحال هي المكون الاساسي. الملوخيه هذه نحفظها في البلار تقعد سنين ما يجرالها شيء، ونكيلو بالمغرفة على قد أفراد العائلة، وطبيعي زيت زيتونة. وباش نعملها معاكم توا بحول الله، نحضرها معاكم وقالوا إن شاء الله نكون خفيفة الظل عليكم. هيا أخواتي، قطعنا شوية بصل وفصين ثوم، ونخلو الثوم الآخر من بعد في المرحلة الأخرى. وباش نصب توا كمية من زيت الزيتونة، راهي تحب برشا زيت، تحب برشا زيت. انا عملنا نحطوها على النار يذبلك دور ما يذبل البصل شويه، ونعملوا الملوخيه بتاعنا. حطيناها على النار باش نستنوها دور ما تسخن شوي، ومن هنا حطينا ماء يلزم يسخن، الماء يلزم يوصل مرحله الغليان. ونكيلو على حسب افراد العائله. أنا بحكم 4 أنفار باش نعمل 4 مغارف معبين بالباهي. مغرفتين هذولا 3 4. هاهي الملوخية حرقوها مليح في مغرفة لوح، حرقوها مليح 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 مليح، نحرقوها تبدا ريحتها خارجة ما شاء الله. نلوحولها بقدر الرند، الماء عنا غاديك وصل لمرحلة الغليان. احنا بحكم انها يعني كراعين علوش والكل مش باش تجيب برشا، مش يبقلي ولا حاجة، مش باش تاخذ وقت كبير برشا، ماكسيموم ساعتين ونص. نبدأ نصبو توا في الماء. بدينا نحطو في الكراعين، وباش نكملها الماء نتاعها الكل تتقن بالباهي. نلوحو القرينات نتاع الفلفل الأحمر، قاعدين نلوحو في الآخر. وانا توا نزيدها مكون تو نقولكم عليه، انا نزيدها الفلفل الزينة المرحي، احنا نقولوا زيانتنا، باش نزيدها لها في المرحلة هذه. كنصب الماء بالباهي. هاو المكون اللي قلتلكم عليه اللي هو فلفل زينة، فلفل شايح مرحي، احنا نحبو فات وزبيزة شوي. نكملولها الماء نتاعها، انها مازالت ناقصة شوية ماء، لازم تغلي بالباهي. ونرخفو عليها الغاز كي تغلي ونخلوها باقا هادي. انا راني ما نعملش فيها الطماطم مرحية، انا نحبها صحية من غير حتى مكون نتاع مصبرات.
وتجي بنينة وجرباها عن تجربة من الناس اللي ما نعملش فيها الماء. الماء نبدا يغلى الاخر باش نزيدهولها ومن بعد نغطي عليها. ديما صبينا لها كمية الماء متاعها اللي تستحقها، تغمد الرجلين بالباهي ونرخفولها الغاز وقت اللي تغلى. ديجا هاني تغلى هي من داخل، ونرخفو عليها الغاز باش ما تفيدش وباش تجيب في عقلها، ونخلوها. وكي نعملو راح نوصلو للمرحلة النهائية للسوق نتاعها اللي باش نعملوه باللفاح القفصي نتاعنا اللي هو راس حانوت. وقد وقت التقديم نوريها لكم بحول الله. الملوخية نتاعنا باش نعمل معاها خبيزات عربي في الدار. عندنا هذه كيلة نتاع فرينة وتحتها كيلة نتاع سميد نغطو غربلناها باش نكمل نغربلو هذه، ونضيفولها شوية كمون أكحل اللي هو سينوج، ومعاه شوية بسباس عربي، شوية ملح، شوية خميرة فورية. ومن بعد كي نعجنوها نزيدوها من غير الخل وشوية زيت زيتونة ونخلوها تخمر وتوا نوريها لكم كي نبدا نعجنوها. ها هي تو الكيلة نفس كيلة الكفرينة، هي بيدها نفس كيلة السميد باش نخلطوهم مع بعضهم. خلطوا معاهم النواشف هذونا اللي هو السينوج والملاح والخميرة وشوية البسباس العربي، خلطوهم هكا مليح مليح بالطريقة هذه باش يدخلوا في بعضهم ويتجانسوا في بعض. ومن بعد نعملو لهم شوية ماء. الماء ماذا بينا يكون دافي، ما يكونش ماء سخون برشا وما يكونش بارد، ماء دافي. نبدو نشوف الخلط كيما هكا ونزيدو بشوي. هي عجينة كيما هكا ما تطلبش عالكان برشا، المهم هانك تخلط كيما هكا بشوي. نزيد الماء ونشوف حتى تشرب الماء بالكدا. تو انا بحكم نعجن بيد وحده تو نكمل نلمها كلها بالماء ونوريها لكم. نجي نعمل الخل ونعمل حتى نوريها لكم. هاوني بعد ما عجنتها نزيدوها شوية الخل كمان شوية مغار وكيك قطع مغرفة ماكلة خل. نزيدو نلمها الخل مليح مليح فيها الكل. نوريكم راهي يد واحدة على حالها. نحاول نلمها نزيدو نوريكم. نجو تو للمرحلة الأخيرة. ريتو كيفاش ما عادتش تلصق في اليدين، ما عادتش تلصق كيف بكري. نعملو لها شوية الزيت، شوية زيت زيتونة شوية زيت زيتون ونلمها هذه نمسحوها بالماء ونلموها باش ما تلصقناش في الإناء. نزيدها طراوة ونغطيها ونغطيها ونخليها تتفاعل مع بعضها. ومن بعد نحطو فوقها المنديلة ونخليها تخمر على راحتها ترتاح بعقلها. الملوخية بتاعنا بدات تنشف، ما عملتلهاش بكري شوية ملح باش نعملها توا شوية ملح، خاطر الملوخية راهي تلقف الملح حطاطو. وتوا نبدو نحركو فيها شوية ما نغفلوش عليها، نحمروا بها ان شاء الله. توصل المرحلة الأخرى نضيفولها
الثوم متاعها. كسرتنا في التخميرة الأولى كيفاش جد، هاي نفجت ما شاء الله. عرفناها هذه التخميرة الأولى، نحطوها فوق الرخامة ونقرصوها كيسان ونعاودو نخلوها تخمر مرة ثانية. شفتوا كيفاش نفجت ما شاء الله. عمري ما خليناهاش تبقى ياسر خاطر الدنيا سخونة، مخليناهاش تبقى ياسر. تو باش نحطها فوق الرخامة ونقرصها ونعملو نبصلوها ونحطوها تزيد تخمر مرة أخرى. هذه هي كسيرتها باش نحطوها فوق الرخامة ونقرصوها ونحطوها ترتاح. نقرصوها ونحطوها ترتاح لمدة أخرى. نقطعها هذا ونقطعها مرة أخرى تخمر مرة أخرى. بعد نبدو نطيبو فيها إن شاء الله. قصناها باش نضرب الكسيرة الأولى باش نغسلوها. تطلب لا فرينة لا زيت لا حتى شي حتى مرتاحة بالباهي. نحطو في الرخامة لا نحطو لا زيت لا فرينة لا حتى شي، تصلي على النبي ماشية معانا باهي خاطر مرتاحة بالباهي. السمك مشو كبير برشا ونحطوها تزيد ترتاح شوية فوق الطاولة، وباش نوريكم كيفاش نحطها فوق الطاولة. هاهي حطيتها هنا فوق الطاولة باش نغطيها ونكمل الكريسات الأخرين. حبيت نزيد نوريكم كيفاش نضرب كسيرة أخرى، راهي ما تتطلبش مجهود كبير ولا قلقال ولا نحط في البلانش لا فرينة لا زيت لا حتى شي. على الرخامة ساهلة هكا، تبسط بيه وتعاون باليد الأخرى هكا، وين تتحصلي على السمك اللي انتي تحبي عليه وتحاولي تبسطي باش تجيك مسقمة. أنا راه للأمانة ماشي شاطرة برشا في الكسرة، لكن كاعتمدت الطريقة هذه السهلة عاد تجيني الكسرة بسهولة ونطيبها. كل يوم نعمل ملوخية، نعمل لوبيا، مرقة جلبانة، نحبهم بالكسرة بصراحة. كسرة الدار خير من الخبز. حكم عندي زادة مرا كبيرة ما تحبش الخبز برشا، أنا نفضلو نعملو كسيرات على كدا. هاي هكا شفتو، نحطها ترتاح ونغطيهم بالكدا تزيد يرتاحو حكاية نص ساعة أخرى يرجعو تتهز بسهولة. هاهم هنا كسيراتنا باش نغطيهم يقدرو يرتاحو نص ساعة هكاكا، ونرجع نخوي نزيد نغطيهم بحاجة أخرى نثقلهم. تتقرب زيتها ونرميها ونبقى نستنى فيها حتى تقل زيتها بالقدا. نزيدوها شوية زيت من بعد زيت زيتونة ونقص عليها. توا باش نزيدها الثوم، يعني ديجا بدات تتقرب في زيتها، نبدأ شوية على الفار، نزيدوها برشا ثوم نهرس مع راس حانوت، نزيدوها قرينات الفلفل ونخلوها تزيد تقرب زيتها بالباهي بالباهي. ورانا كل شوية نحركوها باش ما تلصقش في الطنجرة. سالكة المحلة جاية شوي، الغاز
لازم نخفي لها الغاز على الاخر. ملوخيتنا هي سي حمرت، قررت زيتها ونشفت بالباهي قررت زيتها باش نزيدوها كما قلت لكم شويه زيت زيتون نقص عليها ومن بعد نزيد. ديجا باش نقص الغاز نقص عليه ونزيدها شويه قدر مغرفتين زيت زيتون حيين وحيين زي ما قاص عليها الغاز وبعد نقدمها. هي خبيزاتنا حضرت باش نهزوها. شفت كيفاش نفشت ما شاء الله. نهزو نحطوها فوق الطاجين نوريكم كيفاش. هي كسيرتنا بدات تعمل فك الواحد باش نقلبوها. هاواني نقلبوها ونبدو من بعد نخفولها ليه في التقليبه ونكمل الكسيرات الكل نوريكم ان شاء الله. الكسيرة الثانية وهذه انا نحوشو فيها على جنب بالطريقة هذيك باش تطيب من الجناب من هنا نحوشوها بالطريقة هذه ونخفو التقليبة. نحاول الله نجيبو بسلاسة ونجيبو صحة. هذه طبيختنا حضرت، ملوخيتنا حضرت ولله الحمد. كير زيتها وضفنا لها شوية زيت حي. وهذا الكسيرات بتاعينا طابوا حشكت الكامل. الكمية ذيك جاتنا 5 خبيزات سمايحين هشيشين ديما يبقى خير من الخبز. وها ما بقى لي كان نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وان شاء الله كنت خفيفة الظل عليكم. وسامحوني خاطرني مبتدئة، نرجو انكم تدعموني